راح يوسف واخته للمدرسة وهي قعدت بعد ما خلصت كل شغل البيت عشان ما تسمعش من الشيطان اللي عايش معاهم كلمة تقهرها. دخلت اليوتيوب بملل تحاول إن هي تلاقي طريقة عمل أكلة جديدة عشان تغير من الروتين اليومي اللي اتعودت عليه. وفي وسط اندماجها لقت فيديو قابلها بعنوان كيف تعرفين إن زوجك نرجسي خفي. ما تعرفش ازاي أو ايه اللي خلاها تضغط عليه عشان تسمعه. مذهولة ومصدومة ومش مصدقة، برقت بعينها ووقف عقلها عن التفكير. كان الفيديو عبارة عن دكتور نفسي بيسأل 30 سؤال والإجابة يا إما نعم أو لأ، وبعدين بيتم جمع عدد الإجابات بنعم وجمع عدد الإجابات بلأ، وبعدين بيحط الطبيب تقييم من 1 ل10 لو كانت الإجابة نعم أو لأ، وفي الآخر بيقول التشخيص. ولما جمعت كل الإجابات من الأساس كلها كانت نعم، عرفت إن جوزها اللي عاشت معاه كل السنين دي نرجسي خفي من الدرجة الأولى، وده أكتر أنواع النرجسية وأشدهم حقارة. سمعت الدكتور بيقول بشكل مبسط عشان يفهموا كل الناس: النرجسي ده أسوأ من الشيطان بمراحل، خبيث لأبعد حد ممكن تتخيلوه، باختيار ضحيته بعناية شديدة جدا. طبعا متخيلين إنها هتكون ضعيفة؟ أكيد لأ، بالعكس، بيختار ست ناجحة جميلة شخصيتها قوية واجتماعية بتحب الحياة. أول ما يلاقي كل الصفات دي في واحدة يبدأ ينصب شباكه حواليها. عنده القدرة على إقناعها بشخصيته المثالية اللي بيرسمها بمنتهى الاحتراف، وطبعا الضحية بتنبهر بيه وتقع بسهولة ما هي لقت فيه كل الصفات اللي أي واحدة بتحلم بيه. يفضل يكذب ويمثل ويعيش دور الملاك لحد ما يمتلكها، وهنا يبدأ يستنزفها بالمعنى الحرفي للكلمة. يكون هو الغلطان في أي موقف ويقنع إنها هي اللي غلطانة. يستعمل معاها طريقة شيطانية عشان يفقدها الثقة في نفسها، والكلمة اللي دايما بيقولها أنا عمري ما أكذب أبدا، وهو آلة من الكذب. يفضل وراكي لحد ما يخليكي تخسري شغلك عشان ما تبقيش مستقلة ماديا. من هنا يبدأ يتحكم فيكي ويذلك ما انت محتاجاله، وفي الآخر يخسرك كل علاقاتك سواء عيلة أو صحاب. وبكده زي ما بيقولوا بالبلدي قصقص ريشك وما بقاش ليكي غيره. هنا بقى يجي دور الانغلاق، يقفل عليكي عشان يبقى هو محور الكون بالنسبة لك، وأي معلومة حابة تعرفيها تبقى عن طريقه هو. يحسسك إنك إنسانة مش كويسة لدرجة إنه ممكن يطعن في شرفك لو بس فكرت تبعدي عنه. لو حد قال له طب طالما هي كده مستمر معاها ليه، يرد بمنتهى البراءة وهو بيمثل دور الضحية. عشان العيال مش ذنبهم إن دي تبقى واحدة زي أمهم، وأنا لو سبتها هتفجر أكتر وتجيب العار لعيالها. وبعد ما خلاص يتأكد إنه دمرك يفضل محتفظ بيك، وفي نفس الوقت يدور على ضحية جديدة يدمر لها حياتها. ولو في يوم اكتشفت خيانته، وده صعب جدا لأنه خبيث بدرجة محدش يقدر يتخيلها، لا وكمان يحسسك قد إيه أنت ظلماه ومفترية لدرجة إنك بتصدقيه وتكلمي نفسك. خصوصيته خط أحمر، استحالة يسمع لحد يعرف عنه حاجة، بيتلون زي الحرباية لدرجة إنه بيخلق معاكي أي مشكلة عشان تسيب الأوضة وينام لوحده. ما هي دي من ضمن خصوصيته. كانت بتسمع كل اللي بيتقال وعينيها بتنزل بدل الدموع دم. أخيرا اكتشفت حقيقته، عرفت هي كانت عايشة مع مين وليه كان بيعمل معاها كل الأفعال السيئة دي. فضلت تبحث عن ازاي تتعامل معاه وازاي تتعافى منه، والأهم من ده كله إن هي قررت إنها هتعرف ولادها عن الحقيقة المرة دي عشان ما ينهاروش أكتر من كده. كانت عشقة أبوها وحبيبها قاعدة فوق السرير سرحانة، ضم رجليها لصدرها، ما نامتش من ساعة ما سابها عمر وهو زعلان منها، وبقت كل محاولاتها في مصالحته راحت بالفشل. عارفة إنها مدللة وشافت من الدلال اللي ما شافوش حد، لأنها ثمرة عشق الهاشم والنسخة المطابقة لفاكهة الفراولة بتاعته. ابتسمت بهم لما افتكرت طفولتها لما كانت أمها بتبقى عايزة تجبرها على حاجة وهي رافضاها، وتروح تلجأ لهاشم عشان يقنعها أو حتى يجبرها. والجنية الصغيرة ما بتعملش حاجة غير إن هي تشاور بصباعها السبابة من ورا ظهر أمها بعد ما هاشم يقنع فراولته باللي هي عايزاه. ضحكت بهدوء لما افتكرت أغرب اعتراف بالحب شافته بنت على وجه الأرض. ما جابش ورد أحمر ولا حتى ركع قدامها يعترف بعشقه، لأ، كانت قاعدة في جنينة الفيلا لقيته جاي عليها بعصبية رغم خوفها منه، إلا إنها كالعادة سألته ببجاحة: مالك يا مارو قلب وشك ليه؟ وحياة أمك يعني مش عارفة؟ عشان كنت واقفة في البريك مع تامر. طب فين المشكلة؟ ما تخلينيش أمد إيدي عليكي. إيه اللي وقفك معاه أصلا؟ خافت بجد وردت بصوت بيترعش: والله هو اللي جاي يسلم عليا، أصلا ده عيل سيس أنا أرجل منه. أنت عارفة إني بحبك وهتجوزك لما تكبري، صح؟ رغم وشها اللي احمر بكسوف: ايه الكلام ده يا عمر، عيب كده، أنا لسه صغيرة، ده أنا يا دوب في تالتة إعدادي. مين دي اللي صغيرة ياما؟ دي انت وليها متطلقة 5 مرات وترملتي 30. برقت بعينها من الصدمة لكن ما اهتمتش. اسمعي يا زفت انت، انا عرفتك اللي فيها واللي انت اساسا عارفاه.
أشوفك بس بتكلمي الجنس ذكر منهم. بصي هنفخك يا عشق، سامعة؟ ماسك البت كده ليه يا طور انت؟ قدك دي عشان تمسكها كده؟ واصلا مين اداك الحق تعمل كده ولا تعلي صوتك عليها؟ كان بيقول الكلام ده وهو بيسحبها منه عشان يحضنها تحت دراعه بحماية. تعالي يا عشق ابوكي، ما تخافيش يا حبيبتي من حاجة. تمام يا هاشم، اعمل حسابك قراية فتحتي على بنتك النهاردة، او هخليك تقرا الفاتحة على روحها. خدت نفسها بأم بعد ما رجعت من ذكرياتها الغريبة والجميلة في نفس الوقت. طب أعمل إيه في أم دماغه الجزمة دي؟ ما انتي زودتيها برضو يا زفت. خلي أبوكي ينفعك لما تتطلقي بقى. سرحت مرة تانية تفتكر اللي حصل في آخر ساعات. دخل عليها الأوضة بملامح متعصبة. رغم خوفها بصت له بغضب. هو الباب ده اتعمل ليه ها؟ عشان اكسره على دماغك بت شغل خدوم بالصوت ده ما ياكلش معايا. ده انا اللي مربيكي. يا راجل مش لما تربي نفسك الأول؟ انا ما عرفتش الصياعة غير لما اتجوزتك، كان فاضل لي تكة وامام مسجد. انا جبت اخر منك. طب حلو قوي. استنى بقى أوريك أولي. انت يا بت. اتنفض جسمها برعب لما صرخ عليها كده. عرفت إنها عدت كل الخطوط الحمر. لانت ملامحها وقالت بمكر أنثوي. كده يا عمر؟ يعني خلاص عشق ما بقتش عاجباك ولا مالية عينك؟ بقت كل عيوب وانت مجبر تتحملها؟ بس انا مرضاش انك تيجي على نفسك. زفت يا فنانة، ما شاء الله ادائك زبالة. طب اكبر بخاطري وقول جميل. والله لو قلتها كنت خليتك تفتح لي شركة انتاج سينمائي وتعمل لي فيلم. فيلم ايه؟ هقولك انا هكتب لك السيناريو، ايه رأيك؟ رغم انها عارفة انه بيسخر منها الا انها مثلت الدهشة. بجد يا حبيبي؟ طب قصته ايه؟ لف شعرها على ايده. دي القصة هتبقى جميلة جدا، من جملتين: واحد حب واحدة جننته وقتلها، بس كده. اهدى يا وحش، عيالك محتاجينك. هتضيع نفسك عشان واحدة هبلة زيي؟ انت الكبير يا ريس. ساب شعرها وقعد على السرير. انا تعبت، مش عارف بجد اعمل معاكي ايه. سنين وانت مجنناني مخلياني الف حوالين نفسي، وبعدها لك يا عش، وبعدين بجد. حست بالندم. حبيبها مش هيوصل للمرحلة دي غير لو جاب آخره. راحت ناحيته بهدوء ومسكت وشه بالعافية. يا حبيبي انت اللي كبرت الموضوع. اصلا انت وبابا قلتولي اني مش هنقعد مع رجالة. قلت البسه عادي، ما احنا كلنا ستات. هم عيال عمك دول مش رجالة؟ واخواتك دول مش رجالة؟ من اول ما اشتريتيه وقلتلك ده مش فستان. ولا هتتجنني على لبسه قوي؟ لو ما كنتش شفتك قبل ما تنزلي بيه كان هيبقى ايه الوضع؟ ها؟ صدقي بالله، ابوكي نفسه اللي انت بتعملي كل مصيبة بتتحامي فيه لو كان شافك كده كان سود عيشتك. هي عارفة انها غلطت لكن مش عايزة تعترف بده. بصيت له بحزن عشان تستعطفه. ما فكرتش كده يا عمر، انا قلت هقعد بيه مع الستات وقبل ما يمشوا بشوية هطلع غيره قبل ما اخواتي يشوفوني. بصلها بغيظ قبل ما يقوم. انت المفروض ما تفكريش خالص. تفكيرك بيجي بعد مصيبة على دماغ اللي جابه عمر، قلتلك كده مليون مرة. بعد ما رجعت من شردها حست ان العشق احتلها. وكانت عايزة حبيبها يرجع ليها تاني من غير ما تروح ليه. لا، هو اللي يجي بكامل إرادته. مش هتسيبه المرة دي غير لما يسمع منها كل كلمة. لحد ما تتأكد ان هو سمعها. مسكت موبايلها وبعتت له رسالة. في العموم براحتك يا عمر بيه، انا عرفت تمامي عندك تسيبني وتمشي وقال ايه لسه زعلان. انا قلبي وجعني بجد، اول مرة احس اني مش حبيبتك. لمعت عينها بالتحدي وابتسمت بشيطانية. ونزلت من فوق السرير عشان تكمل الباقي من خطتها قبل ما يجي ليها زي الإعصار. رجع أيهم الصبح من سهرته وكان عيلته بيفطروا. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي، تعالى افطر معانا. يا أخي أنا قلت ارتباطك ببنت ناس محترمة هيغيرك، إنما أنت مفيش فايدة فيك. طلعت من عندهم على الصيع اللي ملموم عليهم. يا أخي خلي عندك دم وانضف بقى. أنا مش طايق نفسي بسببك. إحنا اتفقنا على خطوبة، بتدبسني ليه في جواز وقرف؟ ها؟ يعني إيه الكلام ده؟ تفرق فيه خطوبة من كاتب كتاب؟ أنت مش أخد الموضوع جد ولا إيه؟ حس أيهم بغلطه. لا طبعا يا بابا، بس خطوة كاتب الكتاب دي كان المفروض تتأجل شوية لحد ما أشوف الوضع معاها إيه. يعني ايه يا حبيبي؟ مش المفروض انكم بتحبوا بعض؟ طبعا يا ماما، البنت كويسة وكل حاجة، بس أهلها مش مريحيني. انتوا مشفتيش كانوا بيتأمروا علينا إزاي؟ والله عمر ده اللي الغرور راكبه، مش عارف على إيه. في النقطة دي عندك حق، اتعاملوا معايا بمنتهى التكبر وقلة الذوق. ريم كانت هتعيط من الكسوف بسبب اللي عملوه معايا. بس للأسف ما قدرتش تتكلم. اسمع يا ابني، نصيحة لوجه الله مش عشان انت ابني. البنت متربية واخلاقها فوق الممتازة، غير كل البنات الزبالة اللي انت عرفتهم. لو عايز حياتك تتعدل وتبقى راجل بجد، حافظ عليها. ده غير ان نسب عيلة الجندي حقيقي نسب يشرف، واي حد يتمنى يكون مكانك. ناس محترمة واليوم اسم وسمعة.
ده غير إنهم هينقلوا لنا نقلة تانية في شغلنا. يعني من الآخر جوازة الأحلام. أتمنى ما تضيعهاش من إيدك. قعدت تصلي وحست براحة كبيرة، وقررت تحافظ على ولادها وتدور على شغل تعيش منه هي وولادها من غير ما يعرف. خلاص يا علا، مش هقولك انسي، هقولك تناسي عشان تعرفي تتعاملي معاه زي ما سمعتي في الفيديوهات، وكمان عشان تقدري تلاقي شغل تعمليه من البيت. ان شاء الله هلاقي شغل وربنا يرزقني برزق ولادي، مش هخليهم يحتاجوه تاني ولا يتذلوا ليه تاني. يا رب قويني واجبرني وحياة حبيبك النبي اقف جنبي، واجبرني يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين يا الله. رنت على صاحبتها واللي بتعرف قد ايه هي بتحبها، ودعت ربنا انها ترد عليها. السلام عليكم. سمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا علا، انت مسحتي رقمي؟ حبيبتي وحشتيني، اقسم بالله ابدا، انا فوني اتسرق وكنت مسجله كل الارقام عليه، ده انا هتجنن عشان اوصلك. قابلت جوزك من فتره صدفه وطلبت منه رقمك، احرجني وقال انا مش عايز مراتي تكلم حد. ما قاليش والله. انا ما يأستش، قلت يغور اللبن اللي يجي من وش القرد. جيتلك البيت بس للاسف كنت مش موجوده، الله اعلم او نايمه، هو اللي فتح لي وحرق دمي بكلمتين وطردني. منه لله، انا فوضت امري لله وراضيه بحكمه. اهدي يا حبيبتي، ربنا منتقم جبار وانتي جدعه وقويه، ياما اتحملتي واكيد ربنا هيجبرك ويعوض صبرك خير. طمنيني عليكي، عايشه ازاي وعملتي ايه الفتره اللي بعدنا فيها عن بعض؟ بس يا ستي، انا قررت اشتغل عشان ولا انا ولا ولادي نحتاج له، هو اصلا بيذلنا يا سمر. تخيلي لو شاف يوسف او نهى في حضني او هزروا معايا، يحرمنا من الاكل ويمين باي حجه بقى. غير حاجات كتير حارم ولادي منها، ده العيل بيقف قدامه كانه شحات ذليل عشان ياخد منه حاجه، ويا ريت بيديله على طول. لازم يسمعه كلام يحرق الدم الاول. انا معيش فلوس، اجيب لك منين؟ انتوا عايزين نسرق ولا مدي ايدي للناس؟ ارحموني ربنا ينتقم منكم، ضيعتوا شبابي وفلوسي ويا ريت يتمر فيكم. ومن ده كتير بقى. ربنا ينتقم منه الواطي. شقة ايه اللي ضيعتوه؟ امال مين اللي شطب على فلوسك وذهبك وخسرك شغلك؟ المهم عايزه تشتغلي ايه وانا معاكي في اي حاجه غصب عن عين اللي جابوه. قبل ما ينام اتصل ايهم بريم. صباح النور يا ايهم، عامل ايه؟ انت لسه نايم؟ لا يا حبيبي، أنا لسه صاحي، قلت أشوفك لو عدى عليك نروح الجامعة سوا. مش عارفه، بس ما اعتقدش انهم هيوافقوا. مين اللي هيرفض بالظبط؟ هاشم. أنا نفسي أفهم من غير زعل، هو ليه أبوكي ملوش شخصية كده وسايب خالك يتحكم فيكم كلكم؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ احنا مفيش بينا الكلام ده. خالو هاشم كبير العيله وليه احترامه من الكبير قبل الصغير، واصلا بيعاملنا كلنا كاننا ولاده. أنا ما قصدتش يا حبيبتي، أنا اللي حسيت بيه قلته، أنا مش واحد من العيلة عشان أعرف نظامكم إيه. نظامنا يا ايهم اننا كلنا واحد واخوات، مفيش حاجه عندنا اسمها ده ابن مين ولا مين بيتحكم ومين لا. طب عارف اصلا بابا كان رافض الخطوبه وخاله هو اللي اقنعه؟ هما مراهنين على ندمي يا ايهم، ارجوك بلاش تكسرني ولا تخليني اندم. أبدا يا حبيبة عمري، أنا هخليكي تثبتي للكل إن اختيارك كان صح. المهم شوفي هتستأذني من مين عشان أعدي عليكي وكلميني تاني. نزلت من اوضتها بارتباك. ايهم عايز يعدي عليا عشان نروح الجامعه مع بعض. قوليله مش رايحة الجامعة تاني يا ريمو. يعني ايه؟ ليه يا خالو، انا عملت حاجه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، هو قصده الأسبوع ده مش هتروحي، يا دوب نلحق نجهز الحفلة والفساتين. حطت ايدها على قلبها. انا اترعبت. طمني يا أختي. ضحى جاية النهاردة على فكرة، هي والبنات. بناتها آخر رخامة يا كوكا، خصوصا البت ورد، يا ساتر عليها، لسان عايزها يتقطع. والله ما حد عايز قاطع لسانه غيرك انت يا بغل. ايه كوكا دي؟ ما تحترم نفسك يا شحت انت. ضحكوا كلهم وهاشم ميل على عمر. ايه الدنيا؟ عيب عليك يا كبير، ده أنا خليفتك في الملاعب. هز هاشم راسه بهدوء. عايزك كده تلفها لفة هدايا حبيب خالك. دخلت لي دينا. بقولك يا حبيبي، عايزة أطلب منك طلب بس عشان خاطري ما ترفضش. وأموريني يا دودو، طلباتك أوامر يا حبيبتي. إلهي يرضيك ويرضى عنك يا حبيبي. أم يوسف جارتنا اللي في الوش محتاجة شغل بس وهي في البيت. ازاي يعني؟ شغل ايه اللي من البيت ده؟ لو حابة تيجي تشتغل معايا في المستشفى ماشي. لا يا حبيبي ما ينفعش، بس أنا مش فاهمة قوي كلامها، بس هي عايزة تعمل قرش بدل الذل اللي جوزها معيشها فيه هي وولادها. يا ابني ده بيذلهم على اللقمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب خليها تفهمني عايزة ايه وانا هحاول اساعدها ان شاء الله. إلهي يجبرك وما يحوجك لحد. تعال هي بره افهم منها. علا كانت مكسوفة وهي بتسمعه. ايه نوع الشغل اللي حابة تعمليه؟ حضرتك أكيد تعرف دكاترة في الجامعة أو المكتبات التابعة ليهم. أنا ممكن أكتب الرسائل العلمية أو أترجمها، ممكن أي فاكسات برضو، يعني شغل من النوع ده يعني. اذا كان كده سهل جدا. ممكن كمان اكلم عمي هاشم او عمر تشتغلي معاهم في الشركة بس من البيت، تترجمي الفاكسات او تكتبي ايميلات كده يعني. بجد ربنا يخليك، أنا مش عارفة أقولك إيه، شكرا بجد. مش قلتلك رب الكريم أدام أحمد قالك كده اعتبري نفسك اشتغلتي خلاص.
قامت علا واتصلت بسمر. سمورة باركيلي، الدكتور أحمد اللي قلتلك عليه هيجيب لي شغل. مبارك عليكي يا حبيبتي، وانا عملتلك العضوية في الشركة وهجيبلك الكتالوج زي ما اتفقنا. من بكرة ان شاء الله هفرجه لكل اصحابي في الشغل. انت عارفة الموظفين بيحبوا الحاجات دي، بس مشكلتهم انهم عايزين اسم. تمام، ربنا يخليكي. مش مشكلة ادام ناس مضمونة خلاص. ما تنسيش تقولي لهم على الوجبات الجاهزة والخضار المتنضف. من عينيا. بس كده مش كتير عليكي يا حبيبتي؟ يعني ترجمة وشغل ومكياج وكمان اكل جاهز. مش كتير ولا حاجة، انا هعرف انظم وقتي ما تقلقيش. وانا رايحة اجيب الولاد من المدرسة باذن الله هبيع السلسلة والخاتم. هشتري تبع على قد كده مؤقتا وخط جديد بحيث يكون للشغل. انت عارفة انه بيفتش في تليفوني. ربنا ينتقم منه يا رب، ربنا يرزقك من واسع فضله ويعوضك خير انتي وولادك على كل اللي شفتيه. انا عندي يقين في ربنا انه هيرزقني برزق ولادي واعوضهم عن كل اللي شافوه. اهم حاجة بالنسبة لي انهم ما يحتاجوش ليه تاني ابدا. وفي فيلا الجندي. يعني كده مش هتروحي الجامعة الاسبوع ده كله؟ ايوه، قلت لايهم وزعل جدا وتقريبا قفل معايا الكلام. هو من أولها هيفرض نفسه ولا إيه؟ والله يخربها، أنا مش طايقاه أصلا، لا هو ولا أمه. اتهدي بقى، يعني أنت شفتيها سمعت كلامه؟ ولا يهمك يا ريمو، كلها أسبوع وتبقي مراته ومحدش يقدر ينطق نص كلمة. المهم شوفي الفستان اللي هتختاريه وقوليلي جابلك سيرة عن الشبكة. يعني هو هيشتريها ولا هتنزلوا سوا تنقيها معاه؟ لا يا خالته، ما تكلمش معايا في حاجة. هو زعل عشان مش رايحة الجامعة وقال لي هو كمان مش هيروح بس وقفل. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، لسه 5 أيام على الحفلة، أكيد هيكلمك ويرتب معاكي. بس في العموم الشبكة دي هدية العريس وذوقه. والنبي ما ليا حد عاقل غيرك في البيت ده يا كوكا، هو ده الكلام. يا جزمة، يعني أنا مجنونة؟ انتي بالذات تسكتي يا فراولة، انا قلبي شايل ومعبي منك. ضحكت نورة. يا بنت عيب اللي يشوفك يقول متربية في حارة. تربية 2 أصيع من بعض، مستنية منها إيه؟ تبقى علامة ذرة مثلا؟ الله، ليه كده يا حماتي؟ الواد اخر ادب والاتش مفيش حد في احترامه. بتخبطي في الحلل ليه بقى؟ ضحكوا كلهم عليها. حصل على إيدي متربيين 5 مرات أعدهم لك. دي كلمتي على فكرة، بطلوا تقليد بقى. وصلت ضحى وبنتينها التوأم ورد وحياة لفيلة الجندي. بقالك فترة ما جيتيش يا دودو، ده انتي اللي فاضلة من البنات. هبة بعد ما اتجوزت وسافرت قطعت أخبارها، وأمينة وشروق كل فين وفين لما يتصلوا. غصب عني والله، انتي عارفة ايهاب مش بيرضى انزل انا والبنات لوحدنا ودايما مش فاضي. ولا يهمك يا دودو، ما احنا مع بعض على طول في الفون. والمسبتين دول عاملين ايه معاكي؟ لسه مغلبينك؟ ليه كده بس يا فراولة؟ ده احنا غلابة، خليكي محضر خير. بتهزر معاكي يا حبيبي. بت انتي تسكتي خالص، كل ما تتكلمي بحس ان جعفر جنبك. كلنا جعفر جنب روح، هي مش توأمي بس مش مسامحاها على الرقة اللي هي فيها دي، هتجلط. بس يا زفتة انتي وهي سيبوا واحدة فينا تثبت ان الجندي خلف بنات، مش هتبقى كلنا دكورة كده. مالت عليها ريم. وده رأي عمر بالليل برضو بتفضلي دكر؟ انتي هبلة يا بت، اكيد لا، بقلب رقاصة على طول. وفي يوم حفلة الخطوبة. يا بنتي اكيد السكة زحمة ولا هو اتأخر في تجهيز نفسه. انتي عارفة ايهم اكيد اليوم ده هيكون عايز يطلع احلى منك انتي شخصيا. يا عشق فونه مقفول من بدري ودي حاجة غريبة، المفروض كانوا وصلوا من ساعة بس محدش ظهر منهم خالص، انا مرعوبة. انا مش فاهمه انت بتفكر ازاي. هنروح الحفله نعمل ايه من غير ابنك؟ انا عماله اتصل بيه فونه مقفول واصحابه مش عارفين هو فين. امال عاوزين اعمل ايه؟ ها، ازود التين بله؟ ولا احنا ولا ابن تسبب في خراب بيتي؟ قصدك ايه؟ قصدي ان ولاد الجندي مش هيقولوا اننا مش لاقيين المحروس ابنك، هيقولوا ان كل ده فيلم عشان نشوة سمعتهم، واكيد مش هيسكتوا. ايه التفكير المتخلف ده؟ انا كل ده ما يهمنيش، انا عايزه اطمن على ابني، اكيد جراله حاجه. الخبر الوحش بيوصل قبل الحلو يا مدام. ابنك شكله خلع من الجوازة. لا يا عماد اكيد لا. ما يعملهاش، ده هو اللي قال عايزها، محدش غصبه عليها. ان شاء الله على ما نوصل يكون ظهر اطمن. وكويس جدا ان هاشم قال حفله عائليه، يعني لا قدر الله لو حصل حاجه الموضوع هيبقى بيننا وبينهم من غير فضايح. اتصدم عماد ومراته لما دخلوا الفيلا. هي دي العيلة اللي ما سابوش حد في البلد الا ما عزموه. اتقدم هاشم ومعاه مؤمن وعمر. انتوا فين يا عماد؟ كل ده تأخير؟ الناس اكلت وشنا. اسف والله، فعلا اسف غصب عني. انت مش قلت عيلة؟ دي البلد كلها هنا. فعلا ما كنت ناوي على كده، لكن هاب الله يسامحه اول ما عرف الخبر نزله على صفحته بميعاد الحفلة. طبعا كل اللي يكلمني يبارك، ما اقدرش اطنش وما اقولوش يحضر. طبعا طبعا مفهوم. ما انت حبايبك كتير اللي هم بارك، والف مين يتمنى يجاملك. طب يلا عشان المأذون مستني من ساعة. مأذون ايه يا ابني؟ ابنك فين يا عماد؟ ارجوك يا هاشم بيه، تعالى نتكلم في المكتب عشان الناس. في ايه يا عماد؟ ابنك فين؟ لو اللي في دماغي طلع صح صدقني مش هتقدر تتخيل انا ممكن اعمل فيك ايه. من فضلك ارجوك تعالى نتكلم جوه عشان محدش ياخد باله من حاجة. كان في الوقت ده احمد واقف وبيتفرج وهو في قمة سعادته. جاله عمار وقال له. أحمد، أنت عارف إنك زي أخويا،
لكن عارف إن ريم مش أختي، دي توأمي. متأكد إنها تتوجع قوي، مش عشان بتحبه، أكيد لأ. الموقف كفيل إنه يدمر أي بنت. لو أنت شايف نفسك مش تقدر تتحملها وتداوي وجعها يبقى انسحب، وصدقني علاقتنا هتفضل زي ما هي، بلا بالعكس هحترمك أكتر. إنما مش هقبل أبدا إنك تضيف وجع على وجعها. لو ما كنتش ليها الدواء يبقى موتي أحسن. لو ما كنتش واثق من حبي ليها اللي هيخليها هي كمان تعشقني، ما كنتش أبدا وافق على كلام عمر. احنا تقريبا متربيين مع بعض، وكلكم عارفين إن كلمتي واحدة، ولا بعرف ألف ولا أدور. والأهم من ده كله إني مش بيأس من حاجة عايزها، خصوصا لو كان هدف. وريم هدفي وحياتي اللي أنا لا يمكن أتخلى عنه ولا أضيعه من إيدي. أنت معاك نص التاني، خد بالك منها، أنا واثق فيك يا أخويا. صرخ هاشم في وش عماد بعد ما سمع اللي قاله. ايه ده بس؟ هو اكيد حصل له حاجه، ده هو اللي مختارها، ليه هيهرب؟ انا كلفت رجالتي وصحابه يدوروا عليه ويجيبوه من تحت تقطيع الارض، ما تقلقش. والناس اللي بره دي هتستنى لما تلاقي المحروس ابنك؟ قسما بالله لو كن مخلص عليه. هي الدنيا سايبة؟ انت عايز تقتل ابني بدل ما تدوروا عليه معانا؟ اسكتي يا ولية انتي، احنا كلامنا المفروض مع رجال البيت وكبيركم. اللي حط ايده في ايدي وعرف فتحة بنت من بناتي، وهو المسؤول قدامي يلم الفضيحة دي. بعدها انا هعرف احاسبه ازاي. وفجأة رن موبايل عماد، وكان واحد من أصحاب أيهم. رد عليه بسرعة. الو، ايه يا ابني؟ طمنا عليه، لقيتوه؟